عبد الحميد دشتي مؤيد ولا معارض؟ حكي اللي تبي. لا ما يصير. ما يصير. حدد لي. انت مؤيد. ها؟ مؤيد انا. اي مؤيد. مؤيد الجلسة جلسة النقاش. شلون؟ انت مؤيد لجلسة نقاش موضوع سوريا. مؤيد. اي نعم. لا حدد لي بالضبط، خلينا نكون واضحين. اي مؤيد للجلسة مع موافقة الحكومة على طلب التأجيل، ولكن طلب التأجيل يصير يا اسبوعين يا اليوم، وبالتالي انا مؤيد. بس انا ودي اقول واثني على ما تفضل فيه الاخ محمد، اقول له انا قلت لك لا. احنا بنقول اذا صار تعدي راح اضطر ان شاء الله، ولكن نقول اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي باني كامل. كأنما احنا خلصت مشاكلنا وهموم اهل الكويت واصبحنا في مدينة افلاطون والتنمية طايرة طيران ما شاء الله. اسمح لي، هذا معارض. انت كلامك معارض يوقف الحديث. انا خيره. الراشد اولى فيك قبلك. انت معارض، كلامك معارض. عندي سيد عدنان عبد الصمد، مؤيد او معارض؟ شكرا الاخ الرئيس. مؤيد للنقاش. انا وجهة نظري شنو هذا في النقاش راح ابديه. لا احنا نتكلم مؤيد. لا الحين لحظة الاخ الرئيس، احنا ما نتكلم موضوع الحين. اسمح لي الاخ الرئيس، الان الاثنين واثنين مؤيد للنقاش او معارض للنقاش، بس هذه هي مو للموضوع. فبالامكان الاخ عبد الحميد يقول انا مؤيد للنقاش وايضا يعارض، ما يعارض النقاش. احنا ما ندخل في الموضوع. ما يخالف، لا يدخل في الموضوع، لا يدخل. نتكلم عن تأييد او معارضة. عدل لا يدخل في. محمد صقر تفضل. الاخ الرئيس لو سمحت، اذا تبي الصراحة انت سبب المشكلة. انت مو عارف شلون تدير الجلسه. اي مشكور اجلس. مو مشكور، لا انت اللي قاعد تخليه مؤيد. استريح. كلام شنو استريح؟ انا ما قاعد اقول كلام الحق. خلاص سمعناك، احنا سمعتك. نقطة نظام. تفضل عبد اللطيف العميري. اخ الرئيس نقطة نظام. تفضل. لا نقطة نظام هذه. الاخ الرئيس احنا نقطة نظام. اعطينا نقطة نظام، نعطيها نرجع لك. لا نقطة نظام على المادة 83 اخ الرئيس. تفضل. المادة 83 ترفض المساس بالاشخاص، واحنا قاعد يطاولون على رئيس مجلس الامه كذا واحد الحين. مساس برئيس مجلس الامه ما نسمح لكم. اللي يقول ما تعرف تدير الجلسه ويقول انا ما اشتغل عندك، احنا اللي ما نسمح لكم تمسون. مساس بالرئيس، مساس بالاعضاء كلهم. فرجاء كل واحد يلزم حدوده. هذا المساس ما نقبله، كل واحد قاعد يتكلم عن الرئيس على كيفه. اخ عبد الحميد انا خليك تكمل بس يعني مؤيد للنقاش. كمل. الوضع السوري أكثر من كذي، ومع طلب الحكومة في التأجيل، ولكن طلب الحكومة التأجيل يا إما أنه يتأجل أسبوعين ولا نكمله اليوم. وبالتالي أكو طلب منطقي وجوهري، ونصيحة تفضل فيها الأخ الزميل رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وقال لحساسية هذا الأمر وماشيا مع حكم المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2004. أقرأ لكم إياه ولا تعرفونه؟ أقرأ. يقول لا يجوز التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع بقية الدول، فضلا على أن علانية المناقشات البرلمانية لا تتناسب مع طبيعة تلك الأعمال. مسؤولية الحكومة أزاء الأعمال الخارجية تختلف كل الاختلاف عن مسؤولية أزاء الأعمال الداخلية، فبينما تضع الأعمال الداخلية للحكومة للرقابة بوسائلها المختلفة، لا تستطيل
وسائل تلك الرقابة إلى ما عهد إلى السلطة التنفيذية من اختصاص يتصل بالأعمال الخارجية، وتمتد تلك الرقابة إلى التدخل في تلك الشؤون. يعني المطلب الوجيه اللي تفضل فيه الأخ محمد الصقر هذا راقي. هكذا المسيرة الديمقراطية الكويتية والأداء البرلماني اللي تعارفنا عليه علمنا. الظرف دقيق والأمة تمر بمحنة، وحقيقة الأمر جدا مهم أن نسلط عليه الضوء. البعض إذا قال إن عبد الحميد دشتي لديه مصالح هو غلطان. عبد الحميد دشتي لديه ثروات وقلبه معلق في سوريا، ولكن ذلك كله فداء لقطرة دم طفل بريء يقتل على أيدي القتلة أيا كانوا. وبالتالي خلونا نعطي هذا الموضوع حقه، خاصة وإن ارجعوا لمقدمة الدستور، شوفوا المغفور لعبد الله السالم الله يرحمه ايش قال في الديباجة: إيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية. بالتالي حتى نبان ان احنا دولة حضارية يجب ان ناخذ قرارنا. احنا اللي عملناه اليوم بالعكس نقر توصية ونرد قري، والله ما يجوز. يجب ان نحط اصابعنا على الجرح، يجب ان ناخذ القرار اللي يجب ان يكون بلسم على جراح اهلنا في سوريا. ولكن متى؟ بعد ان تتضح الصورة. في الدعوة اللي دعاها الأخ محمد الصقر قال: يا أخوان في اللجنة الخارجية بندعو كل الأعضاء. وحلو، إحنا كأهل الكويت وكمسؤولين وأتمنى وأقسمنا أن نطرح كل ما عندنا وبكل أريحية، وكل ما هو مدعوم بمستندات واليوم موجود أمام العالم كله نجيبه ونناقشه بأريحية وبكل روح ديمقراطية حقه، ونتوخى في الصالح العام ومصلحة الكويت قبل كل شيء، قبل أي دولة. وما بأسمي مثل ما سميت أمس وأسمي غيرها، هذا بنسميه حتى لا نسيء. وإحنا في جلسة علنية نبي نسميه وبنحط أصابعنا بعين كل من يتدخل في شأننا أو يوعز لنا. كانت دولة كذا أو دولة كذا يؤيدها فلان أو فلان، هذا بنقوله في الغرفة المغلقة. أرجو أن يرتقي المجلس في قرار اليوم إلى هذه الروح لإعطاء الموضوع جل الاهتمام ونعطيه حقه، والأخذ بما تفضل وتكرم علينا فيه الأخ اللي دعانا الأخ محمد الصقر رئيس اللجنة. وأما أن الحكومة تأجل لبكرة فلا، أما مناقشة اليوم أو تأجيل أسبوعين وبعد أن نناقش الموضوع في اللجنة الخارجية. وشكرا جزيلا.